ألف مليون مبروك جمهور الزعيم، الفوز النهارده على اسبهان في عكر داره 3-1. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده الهلال بصراحه مقدم عظمه، فوز عظيم جدا كبير جدا على ارض اسبهان وسط جمهوره اللي كان بيقدر تقريبا من 60 ل 70 الف متفرج. الهلال متسيد المباراه من اولها لاخرها، نسبه استحواذ 77%، لكن الشوط الاول بينتهي عكس سير المباراة، والفريق الإيراني بيقدر إن هو يتقدم على الهلال بنتيجة 1-0، وندخل الشوط الثاني الهلال خسران 1-0. لكن روح البطل اللي عند الهلال وعزيمة لاعبين الهلال وشخصيتهم القوية قدرت ترجع في المباراة في الشوط الثاني وتعادلوا 1-1. ومع السيطرة التامة على الفريق الإيراني وسط جمهوره الكبير، قدر إن هو مع عدم الاستسلام برأسية متروفيتش في الدقيقة 94. بصراحة عايز أعلق على عرضية سعود عبد الحميد في الوقت ده. بصراحة أنا من عشاق سعود عبد الحميد، مع إني نصراوي بس أنا بعشقه. متروفيتش هو ده المهاجم الصح اللي لما تحتاجه تلاقيه. في الدقيقة 94 بيحط هدف الفوز 2-1 وبتمريرة رائعة من التورنيدو سالم الدوسري. يا بختكوا بيه يا جمهور الهلال، يا بختكوا بيه. تمريرة رائعة منه عبد الله الحمدان، الجون الثالث بينهي المباراة وبيقتل فريق اصفهان الايراني. خلاص كده الهلال ما بيحطش قدم واحده بس في ربع النهائي، كده الهلال بيحط القدمين في ربع النهائي. ومبروك الهلال، وان شاء الله العوده هنا في الرياض اكيد هيتالق الهلال واكيد هيكسب اصفهان الايراني، وباذن الله رب العالمين الهلال لربع النهائي. وان شاء الله انا اتمنى الهلال يكون في ربع النهائي. الاتحاد النهارده عمل نتيجه خارج الديار 0-0، بس ان شاء الله يعوضها هنا في جده، وباذن الله رب العالمين يصعد هو كمان، وان شاء الله قبلهم يصعد النصر فريقي. وباذن الله رب العالمين نشوف الفرق السعوديه هي اللي مسيطره على كل اسيا، وانا اتمنى ان يكون النهائي كله سعودي بحت باذن الله رب العالمين. الف شكر لعيبه الهلال على العظمه اللي ادوها النهارده وعلى الروح القتاليه اللي لحد اخر لحظه. كانوا 7 دقائق وقت بدل ضايع، في الدقيقه السادسه عبد الله حمدان بيهدف الهدف الثالث وهو لاعب لسه عمره 24 سنه، بينزل بالروح بتاعه الهلال. هو قاعد على الدكه وشارب روح الهلال، نزل حط هدف في الدقيقه 96. ما كانش عنده رهبه، عارف يتعامل مع الكوره كويس. تمريره سالم الدوسري كانت رائعه وهو قدر يفنش الكوره بشكل صحيح. مبروك لكل الهلاليه، مبروك جمهور الزعيم، وان شاء الله نشوفكم في مباريات قادمه باذن الله وانتم متوجين بالفوز، وبالتوفيق ان شاء الله ليكم في المباريات الجايه. شكرا، سلام.